السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف ان شاء الله. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم وصفه اللي جديده وديال هذا الوقت. كما كتعرفوا الحال سخن. كنحتاجوا شي حويجات اللي هما بساطين. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه سهله ماهله كناخذوها بواحد الثمن اللي هو مهم في المحلات، وبيني وبينكم ما كتستاهلش داك الثمن لان المكونات ديالها بساطين بزاف وكتجي ألد بزاف من ديال المحلات. غنشارك معكم اليوم ان شاء الله الباستيشيو اولا الكوساميه. بالنسبه لوليداتي كيموتوا عليها، وقررت اني ما بقاش نشريها لهم على برا ونبقى نديرها لهم هنا، وفعلا عجباتهم اكثر من ديال الزنقه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الوصفه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غنبداو الوصفه مباشره بلا ما نطول عليكم، وما تنساوش فضلا وليس امرا ديروا لي لايك، اشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش واول مره تشوفوا القناه ديالي. مرحبا بكم والف مرحبا. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. هنا نبداو الوصفه البنات. هنا واحد المقيله درت فيها الزيت، درت فيها جوج بصلات اللي دوزتهم في الهشوار رقاقين، يعني مشلضين رقيق. وخليتهم هكا كيتشحروا مع شويه البزار شويه الملحه. هنا قطعت لدان قطع صغيره. ممكن ديروا الدجاج اللي توفر عندكم، دجاج اولا لدان. ممكن ديروا حتى الكفته. هنا درت الفريت، بطاطا فريت راه هي يعني الاساس ديال هذه الوصفه هذه. درت كميه اللي هي كبيره. وهنايا رجعت باش نشوف البصله ديالي من بعد ما نزلات شي شويه غادي نزيد عليها هاد لادان. كما قلت لكم راه الوصفه ساهله ماهله، غير اللي ما بغاش يصاوبها وما بغاش يعني يدير واحد شويه المجهود باش ياكل شي حاجه اللي بنينه بزاف. هنا كما كتشوفوا ضفت لادان، دزت شويه ديال البزار شويه ديال الملحه، حيت ما كثرتش في الاول. صافي غادي في الاول درت جوج ديال دروسه ديال الثومه البنات مع البصله. المهم هنا زدت واحد شويه ديال التحميره باش هكا تعطيني واحد شويه تلوين، ما يبقاش ليا داكشي بيض. هانتوما كنشحرها مزيان مزيان حتى كيطيب ليا داك لادان والبصيله كتهبط مزيان. كنبدا نقلي في الفريت ديالي. درت هادي الزيت كتسخن وبديت كنقلي الفريت ديالي. ما خصناش نقليوه بزاف البنات، غير كيدخلوا هكا الصهد وكيبدا ياخذ لينا داك اللوين الذهبي. كما غتشوفوا معايا غادي نوريكم المراحل كاملين باش حتى شي حاجه ما تخفى عليكم، باش تستمتعوا ليا بهذه الوصفه هذه لانها فعلا تستحق التجربه وبنينه بزاف وخفيفه ظريفه في هذا الجو هذا. راكم عارفين ملي كيسخن الحال ما كنبغيوش نمرقاو داك شي حاجه اللي ثقيله. هانتوما ها هو الفريت ديالك خاصو يكون ماشي محمر حتى كيقصح، ما كيكونش شاد اللون بزاف، غير بحال هكا كما كتشوفوا في الفيديو راه الصوره واضحه. صافي وكندوز نصايب البيشاميل. هنا البيشاميل درت زيت الزيتون واحد المعلقه كبيره، ودرت واحد المعلقه ونص ديال الزبده ودوبتهم هكا، وزدت عليهم جوج المعالق عامرين ديال الدقيق. هنا مقبل لانني غندير ايترو لاروب ديال الحليب. غادي ندمج الدقيق مع الزبده وزيت الزيتون مزيان. ممكن ديروا 2 معالق ديال الزبده كيف معروف على البيشاميل، وكل وحده ديال البيشاميل كما هي كتجيها ساهله ديرها. المهم انا وريتكم غير الوصفه اللي كندير انا والطريقه اللي كندير انا وكما درتها وكما جاتني لذيذه. صافي هنا ضفت الحليب. كنضيف انا شوي بشوي، كنضيف واحد الكميه وكنبدا نحرك. غادي نحيد هاد المعلقه ديال العود وغادي ندير الطراب اليدوي باش كيتحل ليا داك الدقيق ما كيبقاش ليا مكتل ليا في البيشاميل ديالي. صافي غنزيد الكميه الاخرى ديال الحليب وغادي نبدا نطرب شويه هكا باش كتحل ليا وكتجينا واحد البيشاميل اللي لذيذه ورائعه. بالنسبه للتنسام ديال هذا البيشاميل نسمو باللي بغيتو، اللي يعني اللي كتجيكم على كانتكم نتوما وكيعجبكم المذاق ديالها. هنا انا درت حكيت عليها شويه الكوزه. كما كتشوفوا غنزيد شويه البزار وغادي نزيد مليحه. كيبقى على حسب الذوق، ما تكثروش الملح بزاف باش كتحسوا بالمذاقات البنات. صافي هنايا من بعد ما كتبدا تعقد ليا شي شويه، ما نعقدوهاش بزاف، نخليوها خفيفه شي شويه. صافي هنا زدت واحد القطعه ديال الفرماج ساندويش ما تصوراتش ليا. وممكن ديروا الموتزاريلا. انا الموتزاريلا ما بقاتش ليا، درت واحد القطعه ديال الفرماج ساندويش. قال لي غير واحد شويه ديال الموتزاريلا غنديرو في الاخر. صافي من بعد ما حيدتها من النار البنات كما كتشوفوا زدت شويه ديال الزعتر. وهذا المورسو كما شفتوا راه هو هذا اللي ضفت. وريتكم حيت ما تصورش ليا، عاودت وريته لكم هنا.
صافي هنا الفريت ديالي ها هو واجد، البيشاميل واجدة، هنا البصلة مع ديك لا داند، هنا عندي شوية الموتزاريلا وغندير هنايا الفرماج ساندويتش، وعندي هنا لا داند فيمي بالبزار. كيجي لذيذ بزاف وكيعطيه واحد الطعم، هذا هو السر أصلًا ديال هاد الوصفة صافي هادي. البنات هنا كنوجد المول ديالي اللي غيدخل الفران، كنسخن الفران من قبل في هاد الوقت هذا، أنا دايرة الفران كيسخن، غندير شوية ديال البيشاميل، البيشاميل ديروها خفيفة البنات، أنا راه بدات كتقال ليا من بعد ما بقيت عاد عاودت شوية سخنتها وبدات كتقال ليا، وغادي نعاود نخففها شوية بالحليب. صافي هنايا غندير واحد الكمية اللي قليلة من التحت، ممكن ما ديروهاش، أنا درتها في هاد المرة، والمول عندي راه كبير. غندير كمية ديال الفريت كما كتشوفوا معايا، وغندير هداك الخليط ديال البصلة مع الدجاج أولا داند. هنا كتحاولوا توزعوه شوية شوية في كل بلاصة باش يجي هكا كلو مقاد. ضروري نخدم يدي البنات، راه ما يمكنش باش تحلو كل شويه. هنايا هذاك الشاركوتري اولا داند فيمي بالبزار اللي قطعته هكا قطع، غادي ندير واحد الكميه حتى هوايه، يعني كنبقاو نديرو كميه الفريت، كميه ديال الدجاج اولا لا داند مع البصله، وكميه ديال لا داند فيمي، حتى كنعمرو سميتو ديالنا المول اولا المول اللي غيدخل الفران، ما عندوش شي سميه اخرى. صافي درت هنايا عاوتاني الفريت، غادي ندير هنايا الفرماج ساندويتش الا عندكم موتزاريلا، انا البنات ما بقاتش ليا، كنديرها هكا الوسط، كندير كميه مزيانه من الوسط، وكندير طاج اخر يعني ديال كلشي، وعاد كنديرها هي الفوقانيه من بعد، هي والبيشاميل كما كتشوفوا معايا. غادي نحاول نوزع القنيتات البلاصه اللي ما فيهاش صافي، وغندير تاني شاركوتري عاوتاني الفريت، وهي غاده حتى كنعمر هاد المول هذا. انا بالنسبه للمول راه كما قلت لكم راه كبير، راه واضح في الفيديو، ممكن ديروا دوك المولات صغيورين اللي بغيتو. هنا انا نديرو حجم عائلي، وغادي نحط لهم هكا في الطبيصلات كل واحد القياس اللي بغا. بغيتو ديروا دوك الطويجنات الصغيورين كيجيو غزالين، انا ما عنديش ديبانس داكشي اللي عندي. صافي غادي ندير الكميه كامله اللي عندي درتها، غادي نبدا نستف هاد الفرomage هذا اللي بقى ليا، واحد جوج ديال القطع ديال الفرomage ساندويتش اولا 3. صافي وغادي ندير البيشاميل من الفوق. هنا ما عرفتش الفيديو فين مشى اللي درت فيه البيشاميل من الفوق. المهم كندير البيشاميل من الفوق، نغطيه مزيان الجناب والوسط وكلشي، وكندير ديك الموتزاريلا من الفوق. الموتزاريلا كما كتشوفوا مابقاش عندي هادشي، قلتها شي 3 المرات في هذا الفيديو، يبقى غير هاد الكميه قليله. المهم قاضيه غرض. صافي هادشي اللي كاين البنات. كما قلت لكم الفران راه سخون، ندخل المول ديالي الفران اللي سخن من قبل كما قلت لكم، غادي نشعل من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر ليا هذا الفرماج وكيتعلق ليا كلشي، وكنخرجوه ويكون هكا واجد، راه بسيط كما كتشوفوا. هذا الشكل النهائي ديالو. هنا انايا جيتكم من الاخر، قطعت لكم واحد المورصو باش تشوفوا الشكل ديالو كي كيجي من الداخل، راه كيجي زوين بزاف ولذيذ وساهل ماهل وريحته راه معططه. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تجربوها لانها كتجي فعلا زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه بطريقتي، وإلا عجبتكم جربوها ردوا عليا في لي كومونتير. ما تنساوش تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي شي كومونتير باش نعرف هكا ان عجبتكم الوصفه ولا ما عجبتكمش. خليوا لي الراي ديالكم، ويعني تشجيعكم انتقادكم اي حاجه مرحبا بها. السلام عليكم، حتى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.